اليوم ان شاء الله في لقطات لم ينتبه اليها احد في مباراه وتعادل ريال مدريد وبيتيس اللي قرب برشلونه اكثر، لانه بعد فوز برشلونه على ختافي سوف يصبح الفارق 11 نقطه ما قبل الكلاسيكو، وقد يصل الى الفارق الى ان يصبح اكثر فارق في تاريخ كره القدم حدوثا او حصولا بين برشلونه وريال مدريد ب 15 نقطه. هذا اكثر فارق حصل في تاريخ كره القدم. اليوم تقريبا لقطات كثير جدليه ولكن لازم نحكي عنها سريعا. صلى على النبي شوف قناه حط لك الفيديو بالله ساعه في سرعه بس معي بس صار الفيديو يلا نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. شوف علي اول لقطه اللي عملت إثارة جدل كبيرة اللي هي لمسة اليد على إبراهيم دياز. أنا متفق معك أنه في لمسة يد على إبراهيم دياز، ولكن هل من المعقول أن لا يوجد أي كاميرا سوى الكاميرا التي ظهرت فقط لمرة واحدة ومن يعني بعيدة جدا؟ هل من المعقول هذا الشيء يحصل في كرة القدم؟ غير معقول بتاتا. ففي لمسة يد، وفي كثير من محللين كرة القدم وأيضا حكام حكوا أنه يوجد لمسة يد على إبراهيم دياز، فكانت هذه يجب أن تحتسب ركله جزاء لريال بيتيس لانها وصلت في منطقه حساسه. ولكن هل من المعقول، وانا ابين لك هنا سوء التحكيم في الدوري الاسباني، ما قاعد احكي لك برشلونه ريال مدريد نقرر والامور هاي، لكن هل من المعقول؟ لا، من غير المعقول. فيوجد لمسه يد. الحاله الثانيه، انا مش هنا طالع حكم، انا احكي لك اللقطات اللي ما انتبه اليها احد. اللقطه الثانيه ولقطه كيليان امبابي. انا استغرب من كيليان امبابي انه مصمم انه يسدد من اول ما تصل الكره بحيث انه يعمل هدف قوي بدل من يسجل هدف عادي. فكيليان امبابي لاعب من اقوى اللاعبين في كره القدم، ولكن للاسف في الفتره الحاليه في هذه اللقطه تحديدا كيليان امبابي في لقطات عديده في اخر مباراتين اضاع اكثر من 5 فرص محققه للتسجيل. فلماذا هذه اللقطه لم يعلق عليها احد؟ بانه امبابي وصل لمرحله انعدام للانهاء، فتره صعبه فتره سيئه قاعد يمر فيها كيليان امبابي في الانهاء. ولكن في ناس يتفق معي بانه امبابي اصلا طلب التبديل. هل تتفق بان امبابي الان اصبح يفكر في كاس العالم انه خلص منطقيا الدوري انحسم لبرشلونه للمره الثانيه على التوالي؟ فهذا هو سوء كيليان امبابي. ممكن اللقطه الثالثه وهي لقطه ممكن نحكيها اللي عملت جدل كبير جدا، هي لقطه ركله جزاء لابراهيم دياز. لقطه مشابهه جدا للقطه تشاوميني، اللقطه اللي عملت اثاره جدل كبير ولكن لم تحتسب ركله جزاء لبرشلونه. في ناس يقول لك من مسافه قريبه، ولكن اشوف لمسه يد واشوف ركله جزاء لريال مدريد. ركله جزاء لريال مدريد نعم، لكن لماذا عندما كان هناك ركله جزاء لبرشلونه الجميع اتهم انه لا وهي مسافه قريبه وشيء واصبح يخترع قوانين جديده في كره القدم، في حين هذه اللمسه هي لمسه يد واضحه جدا وجليه. ولكن لماذا تختلف القوانين؟ هنا ابين لك قد سوء حكام الدوري الاسباني، انه في اشياء تختلف برغم انه الحالات تتشابه، ولكن هنا نعم وهنا لا. هنا ركله جزاء بصراحه لريال مدريد. الهدف القاتل، هدف ريال بيتيس قاتل، هل هو صحيح ام خاطئ؟ انا بالنسبه لي اشوف انه هدف نعم خاطئ، لانه بصراحه في اعاقه على ميندي، هيك انا اشوفه. وانا هنا ابين لك قديش سوء حكام الدوري الاسباني، ما احكي لك برشلونه وريال مدريد، لا هنا في خطا. انا اشوف في خطا صراحه على ميندي، لانه في صراحه خطا لميندي، لكن القانون اعتبرك بانه هو اتت بوقت حساس وصعب جدا انه الحكم يتم الغاء هذا الهدف بهكذا الوقت، تكون صعبه، ولكن هو كان يجب ان يتم الغائه بصراحه، لانه الهدف انا اشوفه غلط، لانه في اعاقه على ميندي، اعاقه واضحه. ولكن في ناس تعتبرها حكام يحسبوها وفي ناس حكام ما يحسبوها، ولكن انا اشوف الصراحه مع انه احتساب خطا لميندي، لانه في شيء صار بصراحه. هذه ممكن اهم اللقطات اللي ممكن علقنا عليها. نعم نحن بعض الحالات في احيانا نتدرج او نذهب الى حالات تحكيميه، لانه مقتنع تماما انه الحاله التحكيميه ممكن تفوزك مباراه ممكن تخسرك مباراه. فذاك الامر انا اطلعتك فقط على الاشياء المهمه في المباراه، ولا في اشياء كثيره مهمه، ولكن بحيث ان الواحد يحكي عن اهم الاحداث التي قلبت المباراه راسا على عقب، بحيث اني انا ما اكثر في الفيديو، بحيث اني ما احكي كلام بدون اي معنى، ولكن انا كلامي حكيته في اي فيديو. ثنائيه كيليان امبابي وفينيسيوس بوجودها صعب جدا انك انت ينجح اي فريق، وانا حكيتها في فيديو شورتس وارجع واعيدها مره ثانيه واكررها الاف المرات، بانه طول ما كان فينيسيوس وامبابي نجمين في فريق واحد والنجمين بنفس المكان وبنفس المركز، صعب انك انت ترى ريال مدريد يقدم اداء. يعني ما تقدر تلوم اربيلو، لان اربيلو هو مدرب طوارئ، وبصراحه لم يجعل او لم يزيد ريال مدريد الا طوارئ في طوارئ، فهو لم يفعل شيء اطلاق، ولا اتوقع انه سوف يبقى مع ريال مدريد بالتجديد التلقائي، لا اتوقع ذلك. ولكن انا حكيت لك رايي في اخر الفيديو. ريال مدريد اليوم اصلا شفنا معظم اللاعبين ميتين، لا يريدون لعب كره قدم، هذا هي شيء واضح وجلي امام اي مشجع واي متابع يتابع كره القدم. ريال مدريد اليوم ظهر سيء جدا، وهذا اقل ما يقال. صل على النبي، اشترك في القناه وحط لك الفيديو بالعساف في وحساباتي في التواصل الاجتماعي، اكتب لي رايك في اسفل التعليقات، هل في لقطات لم ينتبه اليها؟ سلام الله عليكم.